مكر الإخوان المسلمين لدولة مصر حفظها الله. فيهم كل بلاء، ولهذا تمتطيهم دول الغرب. الآن ما الذي يحرضهم في مصر؟ ما الذي يدعمهم؟ تدعمهم إيران والغرب، وليس لأجل محبتهم للإخوان المسلمين، لكن صاروا مطية لكل من أراد أن يمتطي ولكل من أراد أن يصل إلى هدف. نعم، فهم تعرفون الغرض تدمير مصر كما دمروا العراق ودمروا سوريا مع البلاء اللي فيهم، لكنهم لهم نظرة دنيوية. والآن مصر تعتبر من أقوى الدول العربية، فيريدون تحطيمها وتدميرها بخلق هذه المشاكل. ومن الذي نفذ هذه المؤامرات؟ الإخوان المسلمون. وفعلا أصيبت دولة مصر بخسائر اقتصادية وعسكرية وزعزعة أمنية ما كان يحلم الغرب بالوصول إليها إلا من طريق هؤلاء الغوغاء. فعلوا الأفاعيل، وهكذا مثل ما فعلوا في أفغانستان، مثل ما فعلوا في كثير من الدول، وهكذا سبحان الله. ثاروا في اليمن، وانظروا إلى النتائج. ما الذي حصل؟ هل كان هناك نصرة للإسلام وأهله وقمعا للكفر وأهله، أم أن الواقع أن العكس هو الذي حصل؟ فتح باب الشر على مصراعيه لأهل الباطل. طيب، أرى أن نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة إلى هنا، والحمد لله. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم بقناة المنهج السلفي في اليمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.